السلام عليكم. ازيك يا اسطى؟ عامل ايه؟ اتمنى تكون كويس لان انا الحمد لله كويس. عايز اتكلم النهارده عن حاجه كده، يعني انا مش مجهز سكريبت او حاجه، يعني حاجه كده زي ايه، اتعشى بشاي. يعني انا عايز اتكلم عن الاكتئاب يا شباب. يعني هو باين اكيد يعني اكيد انا كاتب في اسم يعني اكيد يعني كاتب في اسم هو اسمه ايه، في اسم الفيديو. اكيد انا كاتب في اسم الفيديو يعني ان هو عن الاكتئاب، بس يعني انا حابب اتكلم اقول لك كده برضه هنا دلوقتي. مش الاكتئاب الكبير قوي، او ممكن الاكتئاب الكبير قوي، يعني هتكلم عن حاجه كده اللي هو عارف انت ايه، اما تحس بحزن كده بسبب حاجات معينه، وهقعد اتكلم في كذا فرضيه وبتاع، وهمشي الفرضيه للاخر، فاهمني؟ يعني ما هن يعني هنفضفض، هنتكلم مع بعض كده يعني عادي. يعني طبعا انت مش شايف ايدي وانا عمال اعمل كده، تمام؟ كتير مننا احنا، يعني انا وانت كلنا اوقات بيجي علينا كده حاجات بتخلينا نتضايق. يعني خلينا نبدأ بالفرضية الأولانية خالص. مثلا لو أنت لسه بتدرس، وعلى فكرة مش بتدرس مش شرط تكون في الجامعة، يعني ممكن تكون بتتعلم حاجة وبتاع. في ناس كتير قوي بتكون بتجد وبتجتهد، وبيكون يعني بيكون وقت كتير قوي مسحوب من حياتها في حتة ان هي بتتعلم حاجة، وما بتحصلش، يعني ما بيحصلوش على النتائج اللي هم عايزينها. وده طبعا بيخليهم بشكل او باخر بيشكوا في، طب هل انا اصلا كفء للحاجة دي؟ طب هل انا الحاجة دي اصلا انا بحبها؟ طب اصلا هل الحاجة دي بتاعتي؟ وعلى فكرة يعني برضو في التعليم الأكاديمي كده، طيب يعني في ناس بتقول طب أنا أصلا أكمل تعليم ولا لأ؟ وهو الموضوع يعني يحمل كذا جزء اصلا في موضوع التعلم او التعليم او ايا كان المسمى. انت المفروض في حياتك تكون عندك فكرة ان انت كمتعلم ان انت يبقى عندك مهارة البحث. طبعا انا يعني انا هتكلم في حتة الزعل، بس هتكلم برضو في حتة ان انت ازاي يعني يعني نتكلم في حاجات، خطوات فعلية ممكن تساعدك في ان انت ايه، ما تقعش في المشكلة دي. فانت المفروض تكون بتعرف تبحث ازاي اتعلم الطريق ده باسرع وقت ممكن. وده مهم على فكرة، لان انت لما تتعلمه بسرعة تحس ان انت بذلت مجهود اقل. يعني بدل ما انت خدت حاجة في سنة تاخدها في 4 5 6 شهور، فده بالنسبة لك انجاز، هيكون احسن. يعني فالبحث بيعلمك ازاي تبقى بتعلم الحاجة دي بسرعة، ازاي بتتعلم الحاجة دي صح، ازاي تحصل على احسن نتائج، والكلام ده كله، الكلام الجميل ده كله. وفي نفس الوقت انت تستكشف او هتعرف الحاجة دي بتاعتك ولا لا اصلا. فكرة ان انت بتبقى تايه او مش عارف هو انا بعرف اعمل ايه او ما بعرفش اعمل ايه. طبعا الموضوع ده بيجي اول حاجة بان انت بتجرب كتير، بس اوقات ناس بتستهلك نفسها كتير جدا في حتة ان هي في طريق معين وهي مش ماشية الطريق صح. فهو على ما يكتشف اصلا اذا كان المكان ده بتاعي ولا مش بتاعي، بيكون عدى وقت كبير. وده مسبب كبير قوي للاحباط، ومسبب كبير قوي للزعل، لان انت بتحس انت ضيعت حياتك في ولا حاجه. في ناس بتضيع حياتها فعلا في الولا حاجه، او في الطريق الغلط، في الفرضيه دي. يعني فانا ايه خليني ما اخشش في التراك ده، او ايه خليني ما اخشش في الجزئيه دي، ان انا اسال ناس مجربه الموضوع ده، وناس تكون صادقه معايا. لان في ناس اصلا ما بيكونوش عايزينك، يعني مش عارف، انا مش عارف، يعني انا مش عارف هم نفسياتهم بتبقى فيها ايه بصراحه. بس هو مش عايزك تخش في نفس الطريق لايا كان السبب. مش عايزك تنافسه، مش عايزك تشوف، يعني مش عايز يشوفك احسن منه. او يعني انا ما اعرفش التفكير بتاعهم بيبقى ماشي ازاي بصراحه، بس هي الجزئيه ان هو هي مش هحكي لك الموضوع بصدق. فشوف حد صادق، وبتدور طبعا دلوقتي اليوتيوب والمنصات بتاع التواصل الاجتماعي كلها موجودة في كل المجالات في كل حاجة. فبتدور على على الحاجة بتاعتك او الطريق او، فاهمني؟ وهتلاقي ناس كتير قوي. وبعد ما تسمع الآراء كلها المفروض بقى تشوف نفسك، لأن أنت لو مش فاهم نفسك، مش فاهم المهارات اللي عندك، ومش فاهم الدنيا بتقول معاك في ايه، ده يعني هيعطلك كتير قوي في حياتك. وفكرة ان انت تكتشف نفسك، يعني انا عندي 27 سنة 26 سنة وحبة، يعني لسه بكتشف حاجات في نفسي. فانت تكتشف نفسك ازاي؟ ان انت تحط نفسك في ظروف مختلفة، وان انت يعني تقعد مع ناس وشخصيات مختلفة، وتجرب ده وتجرب ده في حدود الصح والحلال، فاهمني؟ فده هيخليك تكتشف جزء
مجزأ من نفسك، لان انت هيكون عندك التزامات وهيكون عندك مسؤوليات، فغالبا فكرة انت تقعد تكتشف نفسك ومثلا وانت وراك شغل عشان تجيب فلوس عشان مثلا تأكل البيت عندك والاولاد وبتاع، ما بتبقاش يعني، هو ده هيكشف فيك اجزاء تانية جديدة ان انت تكون بتحمل مسؤولية او لا، وتعرف تفتح بيت ولا لا، يعني انت فاهم قصدي. بس المقصد ان انت مهما حاولت تستكشف كده في نفسك فده هياخد وقت، فعادي يعني انت ممكن تكون عندك 40 50 60 سنة وفي حاجات انت بتعرف تعملها وحلوة قوي فيها وما تستكشفهاش، يعني مش مكتوبة لك، مش فالمفروض تعرف نفسك بجد. المفروض من فترة للتانية تقعد مع نفسك كده قعدة صادقة، لأن برضو أوقات أنت بيضحك عليك منك، يعني تكون فاكر نفسك بتعمل حاجة و معرفش، ما أنت بتعرفش تكون فاكر نفسك وحش في حاجة وانت حلو فيها، بس انت عشان مش بتعملها صح. فجزء مهم قوي في اي حاجة، يعني انا كنت بتكلم في التعليم او التعلم، بس هو جزء طبعا التعليم والتعلم كمان، يعني دي حاجة اصلا المفروض مهما اتكلمنا فيها ما تخلصش، لان دي حاجة مستمرة وحاجة لحد ما هتموت فانت بتتعلم، فاهمني. بس هو المقصد ان هو فكرة انت تعرف نفسك دي هتساعدك في اجتياز حاجات كتير قوي. يعني خلينا نقول ان هي ببساطة لو انا وحش في حاجة وانا عارف فعلا ان انا وحش في حاجة، مش مضحوك عليا من نفسي او مش مضحوك عليا من اللي حواليا عشان هم ما بيفهموش او ايا كان السبب، فانا مش هحط نفسي في المواقف اللي انا هبقى مضطر ان انا استخدم الحاجة دي، سواء هي مهارة سواء هي شغل سواء ايا كان. فانا بقدر المستطاع مش هغلط، فانا مش هزعل او مش هتضايق، لان انت لما بتغلط رد فعل الناس ورد فعلك انت نفسك على نفسك ما بيكونش حلو، ما بتكونش مبسوط، ما بتكونش سعيد. فكرة كتر الغلطات او كتر ان انت بتحس ان انت بتغلط وده على فكرة برضو يعني ليه جزء او بتحطه في اعتباره ان الناس اللي حواليك رد فعلهم عليك ايه، لان في ناس انت مهما عملت صح مهما كنت كويس مهما الدنيا كانت تمام هما بيحسوك ان في حاجة غلط، هما بيحسوك ان انت مش ماشي صح، هما بيحسوك ان انت مهما عملت ان يعني مش عارف ما ببقاش عارف الناس دي بتكون بتفكر في ايه برضه، مع ان الناس دي ممكن تكون اقرب الناس ليك عادي، فاهمني. فمش عارف المقصد ان انت لو انت كويس في حاجة فعلا بس انت حاسس ان انت بتغلط او الناس اللي حواليك محسسك انت بتغلط، انت هتلاقي نفسك بتعمل حاجة تانية وحش او بتعمل الحاجة اللي انت كويس فيها وحش، او انت تبدأ تفقد الثقة في نفسك. ولو انت فقدت الثقة في نفسك دي مصيبة، مصيبة كبيرة. يعني تخيل ان الناس اللي حواليك اصلا، يعني انا مش عارف اجيبها لك ازاي، بس تخيل ان كل الناس اصلا مش هتعرف تتعامل معاها الا وانت واثق في نفسك، لان يعني احنا مش في المدينة الفاضية، احنا مش في الجنة. انت فاهم ازاي، احنا مش في الجنة، فطبيعي يكون في ناس وحشة حواليك وطبيعي يكون في ضغط عليك من كل حتة، يعني حقيقي هو من كل حتة. فكون ان انت مش واثق في نفسك في وسط ده كله، ده هيؤدي لمصيبة كبيرة، هيؤدي لان انت هتقعد لوحدك مش عايز تعمل حاجة، هتقعد في وسط الناس مش عارف يعني هو الناس دي احسن مني. فكرة ان انت تسأل السؤال زي ده ان هو الناس دي احسن مني فعلا، دي هتخش يعني ما انت خلاص ما بقتش واثق في نفسك، فانت اكيد هتقول ايوه دول احسن مني، مع ان انت هيكون عندك مهارات احسن بكتير ودماغك ممكن تكون انضف بكتير ووضعك الاجتماعي احسن بكتير وحاجات كتير من هذا القبيل، وانت مش شايف كل ده ببساطة لان انت مش واثق في نفسك. فالمفروض كنت بتكلم في موضوع التعليم، بس انا يعني اساسا الموضوع مش التعليم يعني، اساس الفيديو يعني. فانا يعني هنتكلم لان انا عمال بفكر في الموضوع ده بقالي مدة يعني. بعدين من جزء برضو اللي بيسبب لك الارهاق او الاحباط او الحزن ده ان انت تحس ان انت ما بتنجزش حاجة. في ناس بتحط معايير معينة لنفسها اللي قد تبدو لناس تانية معايير اصلا صباح الفل، انت في مكانك ده من غير ما تعمل اي حاجة انت عامل انجاز، بس هو الانسان بينه وبين نفسه بيبقى دايما عاوز يتقدم وعاوز يتطور وعاوز يبقى احسن. حتى لو يعني حتى لو ده بيسمى طموح او ده بيسمى هو التسمية التانية مش لاقي تسمية ككلمة، بس في ناس بتكون فعلا طمحة ان هي عايزة تحقق حاجات وبتسعى لده، وده اللي بيؤدي لإحباطها لأنه الموضوع بتبقى رحلة مش سهلة، وكل ما بينجز حاجة بيبقى عايز حاجة أبعد، فما بيديش لنفسه فرصة إن هو
يفرح بالوضع الحالي او يدي لنفسه فرصة للركود او ان هو يهدى كده وياخد نفسه عشان يعرف يكمل. وفي ناس تانية بتبقى عايزة تنام وتصحى وتبقى في حتة تانية، الناس خدت سنين طويلة عشان توصل للحتة دي، فده بيصيبه الإحباط وده بيصيبه الإحباط، وده بيبقى يعني ربنا يبعد عننا القنوط جميعا. بس في واحد منهم او ممكن الاتنين بيكون قانت على حياته مع انه وضعه يكون كويس، بس مثلا خلينا نتكلم في فرضية ان هو عمال بيجري 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 وكل شوية يظهر له حلم جديد، وهو فعلا بيسعى بس هو مش بيلحق ينبسط بالانجاز اللي هو عمله، فهو بيبقى قانت بناء على هو شايف مجهود كبير. بس عارف بيبقى فيه لحظة، عارف الحمار يعني مع احترامي للناس كلها، بس من الميكانيكيات اللي بتخلي الحمار يمشي قدامه او يعني بيخليه يفضل ماشي او بتحفزه كده، بيبقوا حاطين له يعني بص، بيبقوا يعني انت فهمت، بيبقى حاطين له ال الاكل اللي بياكله قدامه كده، وبيبقى متعلق بحبل او بعصايه كده، وبيبقى متعلق بحبل هنا، فهو مهما يمشي هو مش هيعرف يوصل وياكل الموضوع ده، فاهم قصدي؟ بس هو هيفضل يمشي. فطبعا مع احترامي للشخص اللي هو طموح وبيسعى وكده، انت مش كده يعني، انت مش ما تبقاش كده، لا، انت هتوصل لحاجة، خد وقتك، استريح. طبعا استريح دي هو مش انت مش قاعد، انت كده كده شغال وبتشوف دنيتك وبتاع، بس انت بتدي لنفسك لفرصة ان انت تتأهب للمرحلة الجاية، الفيز اللي جاية، بحيث ان انت تقدر تأدي. ما تبقاش يعني يعني انا مش يعني ما تبقاش زي الحمار يعني. في المثال اللي انا ضربته ما اقصدش اي اهانة لاي حد. بالنسبة للتاني اللي هو بيكون عاوز ينام يصحى يلاقي نفسه في حتة تانية، انت في منك كتير، وانت مش حلو، انت كده مش حلو. فكرة ان انت متخيل مثلا، خلينا نتكلم في موضوع الفلوس، ان انت هتخش برنامج او ايا كان، في حاجات دلوقتي حرام طبعا، حاجات كتير قوي اللي هو بتحط فلوس فيها، وهوب انت بتخش تراهن او ايا كان المسمى اللي انت عايز تسميه لها، فهو برضو انت بتراهن فتخسر فلوس، فتجيب فلوس فتخسر فلوس. يعني في الفلوس ده، موضوع الفلوس في مكانتك الاجتماعية اللي هي برضه مرتبطة بشكل أو بآخر بالفلوس برضه شوية. أنت متخيل إن أنت هتشتغل شهر أو شهرين فتلاقي نفسك وصلت عاوز تزود فلوسك أو تزود مرتبك أو تزود دخلك، أنت عملت إيه؟ فاهمني؟ مع إن يعني شهر شهرين ده أنت عملت إيه؟ وأنت كده بتبقى حاسس إن أنت عملت اللي عليك. طيب خلينا نتكلم في كلتا الحالتين، لو ده بص لده او لو ده بص لده، الموضوع يعني هيكون طبيعي جدا، وهيدرك هو فين من القسمة دي. لو اللي بيفضل يسعى وما بياخدش نفسه ويستريح بص للشخص ما بيسعاش ومتأخر عنه كتير، ده هيهديه شوية، بحيث ان هو لا، انا بسعى والحمد لله ربنا بيكرمني على قد السعي وبلاقي نتيجة. وعلى فكرة طول ما انت بتسعى حتى لو ما لقيتش نتيجة في الشيء اللي انت بتسعى فيه، فانت بتلاقي حاجات تانية اتفتحت لك من العدم. يعني وده لو انت ليك خبرات كتيرة او لو انت جربت هتفهم الموضوع ده جدا. ممكن انت تكون بتسعى في اتجاه شغل او وظيفة معينة وتفضل شهرين تلاتة اربعة خمسة ستة سنة بتسعى في الاتجاه ده، بس سبحان الله ما بتظبطش. بس مع ذلك تلاقي واحد صاحبك بيكلمك او من العدم كده، من ولا حاجة تلاقي حاجة جات لك كده وبعدها بكم سنة تلاقي نفسك سبحان الله، انا لولا ان انا سعيت هنا ربنا ما كانش هيديني الحاجة اللي في الناحية التانية دي اللي هي جات لي كده من غير ما انا اتعب في اتجاهها. بس انا كده كده كنت بسعى او انا كده كده كنت بتعب. فده لو بص الشخص اللي هو بيسعى ده، لو بص للشخص اللي قاعد ومتواكل ما بيعملش حاجة، متخيل ان هو ينام يصحى هيروح شهر او شهرين يعمل بتاع فيلاقي نفسه حياته اتغيرت واتشقلبت وبقى في حتة تانية، هيدرك ان لا، الدنيا تمام. هياخد نفسه شوية، كده كده هو مش هيعرف يقعد كتير بس هيريح شوية، هو كده كده متعود ان هو بيسعى فاهمني؟ الشخص التاني بقى اللي هو متواكل ده،
لو بص للإنسان اللي بقاله سنين وسنين بيسعى وما وصلش للحاجة اللي هو متخيل ان هو ان يعني هنام هصحى هلاقي الحاجة دي اتحققت، هيفهم هو قد ايه ما بيعملش حاجة في حاجة تانية. آه، فكرة ان مش كلنا بدأنا من الصفر ومش كلنا بدأنا من بداية معينة. المعادلة مش متوافقة او مش متساوية او ايا كان الموضوع عامل ازاي. انت حاسس ان هو مفيش عدل في البدايات، واحد بادئ من تحت الصفر وواحد بادئ عند النقطة 100 وواحد بادئ عند 25، وده الطبيعي. يعني احنا مخلوقين طبقات او مخلوقين، يعني كل واحد في ظرف بس هو الموضوع كله متوقف على ان انت هتعمل ايه. يعني انا كل ما بحسبها الموضوع كله متوقف على ان انت فعلك ايه، فبناء عليه بعد كام سنة انت هتبقى فين، فبناء عليه ولادك هيبقوا فين، فبناء عليه. فاهم قصدي؟ يعني اللي ابوه غني او اللي ابوه وضعه الاجتماعي كويس، اللي هم مرتبطين ببعض اصلا غالبا، فهو ابوه عمل. لو ما كانش ابوه هو اللي عمل، جده هو اللي عمل. لو ما كانش جده هو اللي عمل. انتوا فاهمين قصدي؟ يعني فلان وارث او فلان وصل لحاجة معينة، بس اللي قبله عمل. فاهم قصدي؟ فانت ولادك واحفادك لو انت وضعك مش احسن حاجة معتمدين على ان انت هتعمل ولا لا. وبعدين في حاجة، لو فلان اللي هو مثلا مولود في طبقة معينة ده وبتاعه كده، انت متخيل ان هو مبسوط في حياته او سعيد في حياته. فانا عايز اقول لك انا جاي لك من المستقبل عشان ارد على السؤال بتاعك ده، عشان انت كده كده في يوم من الايام هتعرفه يعني. فانا اوفر لك على الاجابه دي. هو مش مبسوط. هو ما حدش مبسوط يا جماعه. مش عارف اجيبها لك ازاي، بس ما حدش مبسوط. كل واحد عنده مشاكل مع اختلاف المشاكل. في ناس بتشوف المشاكل بتاعت الناس التانية صغيرة، بس انت لو متربي في بيئة معينة فانت المشاكل بالنسبة لك دي هتكون بتضايقك انت فاهم الوضع عامل ازاي. وانت لو في البيئة دي، انت نفسك لو في البيئة بتاعت اللي انت بتتريق على مشاكل الشخص اللي في البيئة دي يعني، فانت يعني بنسبة كبيرة انت هتعمل نفس التصرف في المشكلة دي هتضايقك. طيب خلينا ننورماليزها على يعني نحطها في وضع يكون سهل التخيل شوية، لأن أنت ممكن ما توصلش إن أنت تتربى في البيئة دي، لأن أنت خلاص كبرت يعني ما وصلش حاجة. ممكن ابنك تخليه بقى يكون في البيئة دي. أنت وأنت صغير فأنت كنت بتشوف مشاكل معينة، فهي مشاكل كبيرة. يعني إحنا في بوستس كده كتير قوي أو منشورات على الفيس، فكرة إن أنت إيه، يا لو مشاكل ترجع إن أنا نسيت الكراسة في البيت أو فانت فاهم المشكله بتاعتك وانت صغير، ان انت كان ممكن تنسى الواجب في البيت او تنسى القلم او سن القلم يتكسر وانت معكش برايه او تبص على المشاكل دي دلوقتي ما هي مشاكل تافهه. بس تعالى لولد لسه في اولى ابتدائي او في كي جي مثلا الحضانه يعني، مشاكل ومشاكل محوريه. تبص لنفسك برضه في سنك وتبص لمشاكل الناس بقى في سن كبير شويه، فهي مشاكل. اوف انا ازاي اسد في المشاكل دي. مثلا تبص المشاكل مادية بالنسبة لك، ومشاكل مادية لحد بقى تقيل في المادة، يعني اللي هو بقى الشخص اللي هو كان في البيئة اللي انت مش تتربى فيها دي اللي احنا كنا بنتكلم عليك فيها يعني. هتقول صباح الفل يعني، انا مديون ب 10 جنيه وزعلان، هو مديون ب 10 مليون وعادي. او مش عادي بس 10 مليون يعني. شوف انت فاهم قصدي انا عايز اوصلك لايه. فكل واحد عنده مشاكله، المفروض نحترم مشاكل بعض إيه لما تكون مشاكل منطقية. عشان حاسس ان انا مش عايز اخلي حاجة تكون ايه عامة او يعني تشمل الكل يعني، لان اوقات في مشاكل فعلا مش عارف لا يعني مش انا يعني انا مش عايز اقول حاجة او ما اقولش. يعني المهم نحترم مشاكل بعض ونحترم ان انا زعلان من حاجة يعني احنا اصلا كلنا مش طايقين نفسنا، فبالله عليك ما تبقاش دمك تقيل على حد تاني يعني، ما تنظرش على حد في مشاكله اصلا. يعني مثلا انا كمصطفى ببص يا جماعة صباح الفل. صباح الفل، احنا مهما كانت مشاكلنا يعني، انت بص جنبك، بص تحتك، بص اللي بيحصل في فلسطين، بص اللي بيحصل في السودان، بص اللي بيحصل في الدول اللي حواليك يعني. يعني هتفهم، انت هتفهم ان انت صباح الفل انت مش ولا حاجة. ومع ذلك يعني انا بقول لك الكلام ده كله، ومع ذلك الانسان لما بيعتاد شيء والشيء ده بيروح منه او بيحصل تقصير في دخل فلوس معين، صحتك،
آم، تعامل الناس معاك، وجود اهلك حواليك، وجود اخواتك حواليك، وجود اصحابك حواليك. الحاجات دي لما بتقل، ولما يعني بتبدأ تختفي او يحصل فيها دروب، يعني مثلا لما بيجي لك برد مثلا، شوف انا بقول لك في ابسط حاجة، لما مثلا آم، يعني مع مش اهلك ينشغلوا عنك شوية مثلا، يعني لما يحصل لو انت متعود مثلا بيخش لك 2 جنيه ونص فيدخل لك 2 جنيه بس. الحاجات دي مع ان هي فرضية المفروض تبقى مستوعبها دايما، ان دوام الحال من المحال في الحلو وفي المر، ولكن انت بتتضايق. ده طبيعي ان انت بتتضايق، بس مش صح ان انت تفضل مكمل في ان انت متضايق. لازم تبص حواليك، لازم تفهم انت فين وغيرك فين. انا ما يعني اوقات معاك حق تتضايق وتفضل متضايق شوية، بس اللي عايزين نوصل له بجد، لان انا يعني انا وغيري من ناس قريبين مني، ومن ناس معرفهم معرفة سطحية فبيوصلني اخبارهم، ومن ناس بشوف لهم مشاكل في كل حتة. يعني خلاص دلوقتي العولمة او الجلوباليزيشن يعني خلت ان انت بتبقى عارف كل حاجة. وما شاء الله يعني بالنسبة لحوار العولمة ده، العولمة يا شباب، عشان لو ما حدش عارف ايه العولمة الأول، العولمة إن أنت العالم الكبير تحس إن هو مكان صغير، وإن كل الناس عارفة توصل لكل الناس، سواء تجاريا سواء ثقافيا سواء أيا كان. فأنت عندك المقدرة إن أنت توصل لأي حد في أي حتة، لأي أخبار في أي حتة، فاهمني؟ فموضوع العولمة ده، أو خلينا بقى نخش بقى موضوع العولمة بالنسبة للتواصل دلوقتي، هو السوشيال ميديا أو منصات التواصل الاجتماعي، وصل لأدنى، يعني لأدنى، يعني وسخت الوساخة زي ما بيقولوا. لأن أنت دلوقتي ما بتشوفش غير الوحش، أنت ما بتشوفش غير الوحش، وما بيصدرلكش غير المشاكل، وكل الزيطة بتحصل حوالين المشاكل وحوالين العادات السيئة أو الأخبار السيئة. ده برضو بيأثر عليك. فصباح الفل أنت محتاج تفصل من الحاجات دي كمان. ففكرة إن أنا ببص لمشاكل الناس اللي حواليا أو المشاكل عموما بقى، بحس ان لو فلان ده في الحتة دي ما يبقاش عنده المشاكل دي، وفلان اللي في الحتة دي لو نزل في الحتة دي ما يبقاش عنده مشاكل. وبقعد اتأمل كده في الموضوع، وابص لو انا في الحتة دي هل هيبقى عندي مشاكل ولا لا، هل المشاكل دي انا اقدر استحملها ولا لا. فمعادلة مش بتاعتنا كبني ادمين خالص بصراحة، لان ربنا هو اللي حاططنا في المكان ده، وربنا هو اللي حاطط لنا المشاكل دي او الاختبارات دي او الابتلاءات دي. فمحتاجين نقعد ونفصل شوية، محتاجين نتأمل في الصورة من بعيد، بحيث ان انت تشوف الصورة كاملة حتى لو لفترة قصيرة. محتاج تعرف تفلتر، هل المشكلة دي او هل الشيء ده او هل الحاجة دي مستاهلة ان انا اقف فعلا، اقف وقفة فعلا، ولا لا. هل الحاجة دي محتاجة ان انا اضر نفسي صحتي، لان الإحباط أو الاكتئاب أو المشاكل أو كل واحد ليه رد فعل عليها. في اللي بيدخن مثلا أو بيحاول يعمل أي حاجة من هذا القبيل، إن هو يكون بيلهي نفسه بحاجة، أو بيفش غله في حاجة زي ما بالظبط بيقولوا. يعني في اللي بيهرب من المشاكل كلها أو من العالم كله، أو بيبقى لوحده، يعني بيحاول يبعد خالص، بيفصل، او بيهرب من المشاكل، يبعد عن المكان بتاع المشاكل. لو هو في شغل يسيبه، لو هو وسط بيئة معينة يسيبها. وفي حد تاني بيتعامل عادي من بره او من الخارج، ولكن هو من الداخل بيكون متدمر يعني. ف في كل الأحوال محتاج تركز وتسأل نفسك، هل الحاجة دي مستاهلة فعلا؟ وفي أسئلة تانية، يعني هل أنا مفروض أخسر الناس دي؟ هل المفروض أخسر الشغل ده؟ هل المفروض أخسر أهلي؟ لأن في ناس بتخسر أهلها. يعني في حاجات فعلا أنت محتاج تقف مع نفسك، محتاج تفصل عن كل الضغوط أو تفصل عن كل الحوارات اللي أنت فيها عشان تعرف تاخد قرار. لأن أوقات كتيرة أنت بتاخد قرار غلط، أو بتسأل حد وبتسمع كلامه
وهو ما بيكونش اهل لان هو يديك القرار ده، لان محدش عارف بظروفك غيرك، محدش عارف من البداية للنهاية الموضوع ماشي ازاي، محدش عارف. وانت مهما حكيت محدش هيعرف يحس محدش هيعرف يحس بالموضوع يعني. وقبل ما تاخد اي قرار المفروض تسأل نفسك، المفروض تقعد مع نفسك تفنط الامور، ويفضل لو تكتب، يعني لان الكتابة بتسهل ضغط كتير قوي من على مخك وانت بتفكر. تسأل نفسك كل الأسئلة المتاحة. هو الموضوع ده لو انت حسبته هتحس ان هو ضغط زيادة، لان انت يعني انا اصلا قرفان وهقعد اكلم نفسي وهتجنن وهقعد افكر. بس انت لو خدت قرار متهور ومتسرع، خسرت ناس، خسرت شغل، خسرت اهلك، ان اهلك ما يعتبروش ناس عاديين يعني. سبت مكان، اكتئبت او قعدت في مكانك انت ما عملتش اي حاجة، اللي بيؤدي برضو للخسارات اللي انا قلتها. هتندم بعد كده. وفي حاجات لما بتتكسر ما بتتصلحش، في حاجات يفضل ان هي مش ما تتكسرش، في حاجات يفضل ان هي تفضل ماشية زي ما هي ماشية، لان هي لو وقفت مهما حاولت بعد كده ان انت تزقها عشان تمشي مش هتمشي. فهل كل ده يستاهل؟ فهل كل ده سهل ان انت تتخلى عنه قصاد المشكلة دي او الضغط ده او الاكتئاب ده، ولا لأ؟ وبعدين في نهاية الأمر في حرب دايمة بينك وبين الشيطان في الجزئية بتاعت الفرح أو الاكتئاب أو إن أنت تكمل حياتك عادي أو إن أنت تمشي في طريق صح. يعني مهما عملت حاجة، مهما عملت إنجاز، هتلاقي حاجة جواك بتقولك ما تستاهلش تفرح. مهما كنت بتحاول وبتضغط، ومهما هتلاقي حاجة بتقولك تهبطك ايا كان اللي هو. هل ده يستحق ان انا اهري وفي نفسي كل ده عشانه؟ انت فاهم الاصوات دي يعني هي ما هي الا وساوس الشيطان. ونفس الشيطان ده لما بيوقعك بقى في ان انت بقى تبدأ فعلا تفكر ان الموضوع ده مشكلة فعلية او ان الموضوع ده يستدعي ان انت تقف بيحاول يخليك بقدر المستطاع تعمل القرار الغلط اللي يخسرك. لان هو كده كده هو مش خسران، هو كل ما هيأذيك في بيتك، هيأذيك في شغلك، هيأذيك في اي دايرة من الدوائر بتاعت حياتك، هو كسبان. هيأذيك في دينك، هو كسبان. فملخص، وده اللي انا دايما بحاول اقوله لنفسي واقوله للناس القريبين مني اللي بياخدوا رأيي في اي حاجة: هل الدنيا كلها مستاهلة؟ هل الدنيا كلها مستاهلة ان انت تقصر في اي شيء ولا لا؟ في ناس لما بتخش في مراحل اكتئاب بتوصل لان هي بتنتحر. في ناس لما بتخش في مراحل اكتئاب بتوصل لان هي بتقنط من رحمة ربنا، ما بتشوفش الصورة كاملة وما بتشوفش الصورة صح، فبيخرج بيلحد ايا كان الرد الفعل بتاعه على الموضوع. بس هو في النهاية هو الموضوع ديني بحت، لان انت هنا مش بتخانق اي حاجة غير ان انت بتخانق شيطان ملازم ليك، او زي ما بيقول نفسك. أم، دايما بتشدك للغلط، دايما بتقف قدامك في الصح، دايما بتحاول تقلل من سعادتك بشيء معين، دايما بتحاول تحبطك وتكبر الصورة وتضخمها وهي ما كنتش تستحق عشان تزعل اكتر وتتضايق اكتر. فالموضوع زي ما بقولك هو ديني بحت، لان كل المراد من ده ان انت تحزن او ان انت تتضايق، ولما هتتضايق هتاخد تصرفات غلط في حق نفسك وهتضرك. ابسط شيء لو قررت يعني تعمل اي حاجة في نفسك حتى بشكل مباشر او بغير مباشر بتضرك جسديا، فده يعني هتؤثم عليه او ذنب هيحسب عليك. فمين اللي كسبان في الموضوع ده؟ مش انت خالص، بالعكس. انت كسبان لو ربنا اداك طول العمر وبعد كده تبت واصلحت ولكن ماذا لو لا ملحقتش؟ فمقصدي اللي انا بحاول اقوله بقى لي 10 دقايق تقريبا في جزئية هل الدنيا تستاهل ولا لا، ان انا بحاول بقدر المستطاع اقول لنفسي حاجة في الاخر: هل انا ماشي صح؟ بحاول ان انا امشي بالحلال وان انا ما اقصرش
في ديني لو قلت لنفسي يبقى انا تمام، والمفروض اخد نفس واكمل عادي واحسن اكتر. لو انا قلت لنفسي لا، هنا المشكلة. ما ينفعش اي حاجة تؤثر على الجانب الديني بتاعك، لان هو ده اللي باقي. الدنيا بمشاكلها، بالناس، بالشغل، بالفلوس، بكل حاجة، بكل اللي بتحبهم واللي بيحبوك واللي بتكرههم واللي بيكرهوك. كل ده ملوش لازمة. كل ده في الآخر احنا هنموت. تفهمني؟ هتعمل ايه لما تموت؟ هي دي النقطة الفيصلية. هل انت جاهز ولا مش جاهز؟ كده كده انا عارف ان انت لو قلت جاهز دي مشكلة اصلا، محدش جاهز للنقطة دي. بس هل انت بتعمل للنقطة دي اللي هو وبعد ما اموت، او لو مت دلوقتي؟ تمام. ولو انت فكرت فيها، الجزء الديني بيحثك على ان انت اصلا تشتغل في الدنيا. يعني بالنسبة لموضوع الفلوس، فالفلوس جانب مطلوب، عشان دي من دلوقتي يعتبر من القوة. انت لازم تكون قوي، عشان بدنيا تكون كويس، مهاريا وعمليا تكون ناجح، لان ده هينفع بيك. ولما انت تنفع حد له اجر. فمقصدي في هذه النقطة ان انت مهما حصل، فكر في سؤال واحد: هل انا ماشي صح ولا لا؟ لو انا ماشي صح دينيا، لو انا بلتزم بفروضي، لو انا بأؤدي اللي عليا دينيا، فالباقي كله هين. مش معنى كده ان انت تهمل الباقي وتترهبن او لا. هو الجزء الديني زي ما قلت لك هو بيحث على ان انت تكون دنيويا تمام، ماشي تمام، لان الدنيا جزء من الدين. بس اللي انا عايزك تستوعبه ان انت مش بتلعب على الدنيا، انت بتلعب على ان انت تبقى دينيا تمام. بس كده. مش عارف انا، مسار الفيديو كنت عايز اتكلم بطريقة معينة، بس انا زي ما قلت لك احنا كنا عايزين نعمل فيديو زي تعشى بشاي، او زي سلسلة تعشى بشاي، فضفضة يعني. والموضوع شاغل بالي بقاله كذا يوم. كان المفروض في فيديو تاني هينزل اصلا، بس ما عرفتش اصوره لان الموضوع ده شاغل بالي. فقلت يمكن لما اصور الموضوع ده، او مع اني حاسس ان أنا برضه ما اتكلمتش في كل اللي انا عايز اتكلم فيه، بس قلت يمكن لما اصور الموضوع ده اعرف اركز. بس اتمنى اكون عرفت اوصل لك اللي في دماغي. اتمنى تكون الطريقة تساعدك. بس يعني ما فيش حاجة تانية اقولها. واتمنى نكون كلنا كويسين. بس كده. السلام عليكم.